النموذج الاستديو الرياضي في سبورت اللي كان يعرض يوم الثلاثاء تقديم الاستاذ مؤيد البدري الله يرحمه. هذا مؤيد البدري. هاي طبعا بدايات. هاي الحلقة الأولى. هاي الحلقة الأولى؟ طبعا. حلو. هاي الحلقة الأولى من برنامج الرياضة في أسبوع اللي والله أنا ما أتذكر يعني أنا كنت حافظ لأن مسوي تقرير كامل على الأستاذ مؤيد البدري. الفترة اللي انعرض بيها وهاي الكاميرات اللي اشتغلوا بيها يعني هذا مقاربة إلها. هذا شكل الاستوديو. الاستوديو. يعني احنا سوينا شكل الاستوديو. كان هذا اللوكيشن مكان القعده مال الاستاذ مؤيد الله يرحمه، ونفس هذه الكاميرات نفس الترتيب مال وضعيات الكاميرات اللي هو كان عنده 3 كاميرات. اذا هاي الكاميرات احدث. طبعا هاي احدث هذا شكل يعني بس احنا وتوقع حتى المكسر هنا هم. وهذا شكل سيت المونتاج اللي كانوا يقعدون نفس هذا السيت. لا مو مثل يعني نفس يعني كان يقعد المخرج بالضبط ظهره الاستاذ مؤيد. يا سهل الريفيو مالته هذا العرض مالته. وكان يجي شاشاته وهذا. يعني مقارنة. يعني احنا مو نفس الاجهزه. لا مو نفس هي هذا يعني. لان حديثات بس احنا يعني هذا شكل الاستوديو مو هو الاستوديو شكله يعني. مقارب له ما عدا الديكور. الديكور مثل ما صار بالحلقه الاولى احنا سوينا مثله بالضبط. نفس الالوان نفس حتى اسم الخطاط اللي هو كان طالب، ورسمة الفيل اللي هي كانت مصرية يعني مو بدون نقطتين ما يخلون نقطتين. فنفسها بالضبط يعني نفس الحركات نفس هذه. حلو. استاذ مازن هذا شنو هسه هذا خاله يم هذا استاذ غضنفر. سوينا بالضبط اهلا بكم نفس كان يقوله استاذ مؤيد البدري. استمع بقى. هكذا رحب بكم الاستاذ مؤيد البدري الذي اعد وقدم برنامجه الرياضي الرياضه في اسبوع طوال 30 عاما، والذي كان له الاثر الكبير في وجدان المشاهد. تشاهدون الان ديكورا مطابقا لاستوديو البرنامج كما عمل به في زمانه باجهزته ومعداته، من مصر المخرج إلى كاميرا المصورين الثلاث. الرياضة في أسبوع كان أحد البرامج المهمة التي عرضت